بيخلصها وبينهيها الأهلي برباعية ولا أروع. الأهلي والاتحاد السكندري، أنا أقول لك الشوط الأول بادئ بهجوم للنادي الأهلي على الاتحاد السكندري، بيهاجم وبيضغط وتسديدة من هنا على تسديدة من هناك، ومن أول دقيقة في الماتش وسام أبو علي بيسدد من جوه المنطقة، وإمام عاشور بيسدد من بره المنطقة، وشحات بيسدد من على حدود المنطقة. هو ده الأهلي اللي أنا عايزة أشوفه كل ماتش، اضغط وهاجم وسدد واعمل ركنيات. مع الضغط المستمر أكيد هتجيب جون، وفعلا مع الضغط قدر عمر كمال عبد الواحد يغلط لاعب الاتحاد ويجيب منه ضربة جزاء، وبيسددها وسام أبو علي وبيجيب الجون الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 26، وده يبقى الجون الرابع لوسام أبو علي مع الأهلي في الدوري. وبعدها الضغط لسه مستمر مع الأهلي، ورضا سليم بيسدد كورة من بره المنطقة وبيجي جون جون عالمي. يا حلوياتك يا رضا ويا جمالك يا رضا، ما تتدلع يا رضا. راح ردد عليه عمر كمال عبد الواحد بكرة اعلم من العالمي اللي فات، بيسدد كرة صاروخية من بعد نص الملعب كده بحبة، وبيجيب الجون الثالث للنادي الاهلي. وجون في الحلويات، يعني مش كفايه ابتدينا نضغط ونسدد ونجيب اجوان، لا كمان ده احنا بنتفنن في الاجوان. ايه الحلاوه دي؟ والجون ده بيكون اول اهداف عمر كمال عبد الواحد مع النادي الاهلي في الدوري. واحلى بدايه يا عمر، احلى بدايه. شفت يا عم كولر؟ شفت رضا سليم وعمر كمال عبد الواحد اللي انت ما بتلعبهمش بيحصل منهم ايه وبيطلع منهم ايه؟ شفت الاجوان عامله ازاي؟ ولا ما كنتش حاضر الماتش ولا ايه؟ مرور ونشفان الدماغ ما بيوصلش لاي حاجه يا كولر. وراجع نفسك تاني في موضوع قفشه، بلاش تدخل الحب والكره في اختياراتك، مش هتوصل لحاجه والله. وبيخلص الشوط الاول على كده 3-0 للنادي الاهلي، بعد ما عملوا شوط ولا اروع الحقيقه. قبل ما نبدا الشوط الثاني ما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناه. بينا على الشوط الثاني. وابتدى مع الشوط الثاني دلع اللعيبه، نازلين مطمنين على الاخر وحاطين في بطنهم بطيخه صيفي. ما خلاص كسبانين 3-0، هيحصل ايه يعني؟ مين بقى اللي استغل الموضوع ده؟ ايوه بالظبط كده، لعيبه الاتحاد بدات انها تستغل الموضوع ده وابتدت هي اللي تضغط، والنادي الاهلي هو اللي يرجع ويدافع. واحنا ما ينفعش نكمل ماتش عادي كده بنهاجم وبنضغط وبنستحوذ طول الماتش، لازم نقع يعني في النص كده. ما تضغط يا سيدي وتعمل سكور، ايه المشكله؟ زي ما عملت كده بالظبط مع بلديه المحله، وتخلي اللي يجي قبلك بعد كده يكون خايف من اللي هيحصل فيه. ليه تتراجع في المستوى وتدي فرصه للي قدامك ان هو يرجع تاني لاجواء الماتش؟ وكانت نتيجه ضغط الاتحاد وتراجع النادي الاهلي ان الاتحاد السكندري جاب جون، وبعد الجون الحماس زاد عندهم طبعا، وطمعوا في رجوع في الماتش. ما هم عايزين برضو الماتش ده زينا زيهم، وبدأوا يضغطوا اكتر. بس الحمد لله كولر لحق الموضوع وعمل تغييرات فوقت الفرقه كده من جديد، وبدأت تاني لعيبه النادي الاهلي تضغط. وجي ضربه جزاء للنادي الاهلي لعبها كهربا اللي بيجيب الجون الرابع، وكان النهيه للاتحاد السكندري. وبيخلص الماتش على كده 4-1 النادي الاهلي برباعيه كوستاليتا. بصراحة كنا محتاجين الثلاث نقط بتوع الماتش ده، وكمان محتاجين الثلاث ماتشات اللي جايين. مش هينفع ولا نخسر ولا حتى نتعادل، علشان اتحاد الكرة لازم يبعت أسماء أول 4 فرق في الدور الأول في الدوري، هيبعتهم للكاف علشان أول 2 في الترتيب هيروحوا دوري أبطال أفريقيا. هل ينفع دوري أبطال أفريقيا من غير بطل أفريقيا؟ هينفع دوري أبطال أفريقيا من غير الأهلي؟ أمال مين اللي يرعبهم؟ والثالث والرابع هيروحوا الكونفدرالية. فما ينفعش بأي حال من الأحوال ولا نخسر أي ماتش في الثلاثة اللي باقيين أو حتى نتعادل، وخصوصا إن الاحتواء شغال الناحية التانية عند بيراميدز. الله ينور. الحكم كان بيقول لبيراميدز امبارح عليا الطلاق، ما انا ماشي من هنا غير لما اكسبك الماتش. لا ويجي لي بعد كده واحد فزلوكه بالقوي ويقول لك الاهلي ما بيكسبش الا بالحكام. امال اللي بيحصل في الدوري اليومين دول ده اسمه ايه يا كوتش؟ انا مش هتكلم عن اللي حصل في ماتش الزمالك لانه كده كده بعيد عننا في النقط، انا بتكلم عن اللي حصل امبارح في ماتش بيراميدز. ريحه الحكام بقت فايحه على الاخر، ولو كل حكم حكم ماتش وحصل مشاكل في التحكيم ولقى عقوبه مناسبه سواء بالايقاف او حتى الشطب، كله هيلم نفسه. ومسلسل الاحتواء ده خلاص هنقضي عليه من جذوره، وساعتها بقى كل نادي هيظهر على حقيقته. المهم خلينا في الرباعية بتاعتنا، ومليون مليون مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره. سلام.